صباح الخير. ايه؟ زبالة. زبالة. صباح الخير يا كبير. صباح الخير. ايه ده؟ الزبالة بتاعتكم نظيفة أوي، ده ولا كاس العطار. تحبي أكنس لك البصمة؟ متشكرة، البواب بيخلص. كده أهو. صبر طيب. قول لي يا ريس. يا نعم. تعرف يعني البنت الشغالة اللي في شقة 16؟ شقة 16 ما فيهاش شغال. الله، وانت بتسأل ليه؟ طب جاوبني بس. بنت دغري ولا بتاعت كده وكده؟ ايه هو اللي كده وكده؟ انت جاي تبقبق في العمارة ولا تشيل زبالة؟ طب ما تزعلش. اللي اتأدب. يا سعاد. سعاد. ايوه. انتوا ايه مش سامعين الجرس؟ معلش يا جلال، تعالى على نفسك وافتح انت. هو انا هفضل الباب ولا الرساله بتاعتي؟ اتفضلي قومي افتحي انت. معلش يا جلال، دي حلقة حلوة قوي. الحلقات دي هتجيب لكم ضعف عقلي. مساء الخير يا بيه. يا فندم، انت مش خدت الزبالة الصبح؟ بعد اذنك يا بيه انا جاي بمأمورية تانية. ممكن نقابل البيه الوالد؟ بخصوص ايه؟ مؤاخذة يعني ده موضوع خصوصي. خصوصي يعني ايه؟ يعني لا مؤاخذة يعني. طيب تعالى انا مش فاضي. خش. امسح رجلك الاول. يا بيه ده انا لسه ملمعها يا بيه. خلاص. رايح فين؟ اقعد انت. يا ساتر. اتفضل يا بابا، كلم الزبال. زبال؟ عشان ايه؟ عرفني انا، يمكن عايزك في شغلانه. وهي دي اللي هيعوزني فيها الزبال. اقعد بابا جايلك دلوقتي. مساء الخير يا سعادة البيه. اهلا وسهلا. مؤاخذة انا كنت قلقت حضرتك. لا ابدا. خير. اتفضل حضرتك اقعد. خير ان شاء الله. اتفضل سعادة. انا اسمي عنتر. صحيح بشتغل في الزبالة لكن كسيب. الصبح بلم الزبالة وباخد ربع جنيه شهري من كل ساكن، وبعد الظهر بشتغل في المقلب. يعني بحلالي في الشهر كده على 50-60 جنيه. ايوه. ايه الموضوع؟ جاي لك اهو سعادة البيه. عمي الحاج نوفل متعاهد الزبالة في المنطقة بتاعته، وانا همسك المنطقة بعد منه لما من غير ما افول عليه يعني يموت ان شاء الله. ايوه. ايه الموضوع؟ جاي لك اهو يا بيه. عارف بقى حضرتك عم النوفل ده بيحلق له على كام في الشهر؟ 400 500 600 جنيه. امال يا بيه شغلتنا كلها مكسب. ايوه يا ابني، ايه القضيه؟ ان شاء الله ما فيش قضيه. امال عايزني ليه؟ انا لمؤاخذه كده عايز اتاهل، وفكرت اتقدم للبنت اللي شغاله عندكم. شغاله؟ اذا كان حضرتك يعني تديني عنوان اهلها او اطلبها من ايد سعادتك زي بعض. بس يا ابني احنا ما عندناش شغاله. ساب ايه؟ البنت اللي بتديني الصفيحه كل يوم. قصدك سعاد؟ بصراحه انا ما اعرفش اسمها. حاولت مره ان انا اكلمها تقلت عليا. عجبتني وقلت اتقدم لها.
كده اهو. اي والله يا بيه، اصل انا راجل دغري واحب الوصول. يا كوثر، يا سعاد، يا جلال، يا جلال، في ايه يا فهمي؟ تعالوا شوفوا حكايه اظرف من اللي بتشوفوها في التلفزيون. ايه في ايه؟ الاستاذ عنتر، مش عنتر برضه؟ عنتر يا بيه. جاي يطلب ايد سعاد. انا ايه رايكم؟ انت يا اخينا بتتكلم جد؟ طبعا يا بيه، عقبالك يا بيه. انت مجنون؟ انا عارف انك ما تستغنيش عنها يا ستات، في ازمه شغالين في البلد، بس انا ان شاء الله هجيب لك واحده بدلع. الظاهر حصل سوء تفاهم. انت تعرف دي تبقى مين؟ سالت عنها. طب وحسن ليه يا بيه؟ انتوا ناس طيبين، واكيد يعني اللي تشتغل عندكم تبقى برضه بنت. تشتغل ايه يا مغفل؟ دي بنتي. بنتك؟ اخت حضرتك؟ انت ما عندكش تمييز. انا المستشار فهمي ابراهيم، اجوز بنت الواحد زبال زيك. يا بابا اهدى بس، حصل خير. كان لازم تسأل قبل ما تيجي يا اخي. الجواز مش بالبساطة دي. لا مؤاخذة يا بيه، فرقت بنطة يا بيه. بون؟ بنت يا بتاع الزبالة. ايه؟ ماله بتاع الزبالة؟ ما بيشيل الوساخة بتاعتكم. انت هتلبخ. بس اهدى يا بابا بقى، يلا يلا يا جدع. يلا مستقلين دلوقتي، يوه بس بكره هتندموا. يا اخي بلاش كده. ودي اللي هتندموا. يوه يلا بقى. بلاش حاول. عاجبك كده؟ على طول كسفانة؟ لا عرفتي تخلصي التعليم ولا لابسة عدل. كويس كده افتكرك شغالة. يا اخويا كتر خيرها، مش كفايه عليها شغل البيت؟ ولما انت مستعر مني ما تجيب لنا شغالة؟ مش اتخرجت وبقيت معيد في الجامعة؟ لما اخد الدكتوراه ان شاء الله. انا كل ماهيتي بجيب بيها كتب للرسالة. يبقى خلاص تسكت.
قررت اللجنة منح السيد جلال فهمي إبراهيم درجة الدكتوراه في الفلسفة مع مرتبة الشرف الأولى. اتفضلي يا معايا. عقبال ما نشرب شربات الفرح. ما هو ده فرح برضه يا طنط. لا انا قصدي يوم الدخله بتاعت جلال وعايده، هو ده الفرح الحقيقي. ماما جرى ايه؟ اعملي لي مكسوفه بقى، ما بقالكوا 5 سنين يا اختي مخطوبين. مش كنت بحضر للدكتوراه يا طنط؟ وخلصنا يا حبيب طنط من الدكتوراه. اللي زي عايده دلوقتي معاها عيل واتنين. شد حيلك بقى، كلام الناس كتر، ما تكسفناش. مكسفكوش؟ يعني ايه مكسفكوش؟ عايده ضيعت على نفسها فرص كتير قوي. اتقدم لها عرسان كاملين من كله، شقه وعفش، بس هي اختارتك انت بقى. وهو كمان شاريها يا ستي. يبقى خلاص لازم يعمل له همه عشان يكتب الكتاب ويدخل. انا مستعد اتجوز بكره، بس حضرتك تفضلي لنا اوضه عندك لغايه لما نلاقي شقه. لا يا حبيبي، انا احب اخد حريتي. اشمعنى يعني عاوزين تتزنقوا عليا؟ ما يفضلكوا اوضه هنا. يا ريت الشقه بتاعي يا اختي، ما انت عارفه ان سعاد قاعده معانا. معلش نصبر شويه، ازمه السكن مسيرها تتحل. الشقق موجوده، بس انت جهز الخلو. خلو؟ انا ادفع خلو؟ ده ضد القانون. قانون ايه يا اخويا؟ انت بتسمع كلام الجرايد؟ اهي كل الناس بتدفع. لما كل الناس بتبقى عامله حاجه غلط وانا عارف انها غلط، مش منطقي ان انا اعمل زيهم. لا تعمل يا اخويا، المنطق والفلسفه دول في الكتب، تدرسهم في الجامعه بتاعتك، لكن في الدنيا حاجه تانية خالص. اهي كل الناس بتدفع، عاوز تسكن تدفع. ماما طيب خلاص، بعد ما اخلص مراجعه الرساله بتاعتي للطبع هنزل ادور على شقه. احنا لسه هنستنى لما تراجع الرساله بتاعتك؟ على كده قدامكم ولا سنه. لا بقى، انت من بكره تنزل تدور على شقه. حاضر. جهل. ايه؟ بيقول لك جهل يا طنط. وطي صوتك، المدرسه ورانا. مش مهم. تبقى ظريفه قوي لما يلاقوا مدرسه الفرنساوي خطيبها واقف يغزلها. الحقيقه ما خدتش بالي من الحكايه دي. اوعى كمان تكون نسيت تدور لنا على شقه. انا بقالي يومين بدور على شقق، مش لاقي التمرين. ولا يهمك، في واحده صاحبتي تعرف واحد سمسار يعرف شقق كتير جدا. ما تقوليش كمان بخلو. طبعا. قلت لك 100 مره مش هدفع خلو. تعالى بس نعدي عليه نشوف الشقه ونتفاهم مع صاحب العماره. لازم نرد على ماما النهارده. انا مش فاهم امك مستعجله ليه؟ المفروض انا اللي اكون مستعجل. حقيقي. اسمعي، تعالي نقعد في حته وتفهم امك ان احنا كنا بندور وما لقيناش. تعالى هنا، انت هتعمل زي التلامذه وعايز تزوغ؟ يلا ما تضيعش وقت، نبقى نقعد في شقتنا. حقيقي. وحضرتك بقى عاوز شقة تمليك ولا خلو؟ شقه بالايجار. خلو يعني. ايوه خلوه. من حظكم عندي ليكوا شقة 4 عوض، تشطيب لوكس، تستلموها بعد 6 أشهر. 6 اشهر؟ زي بعضه. إذا كنتم مستعجلين ممكن ندبر لكم شقة مفروشة تقضوا فيها شهر العسل لغاية ما تستلموا شقتكم. لا خلينا في دي. أوكي. دي يا سيدي مطلوب فيها 3. 3 ايه؟ 3000 جنيه. نعم. ده مبلغ قليل قوي يا أستاذ، أصل صاحب البيت راجل طيب قوي ومش طماع. بقول لك يا المهم اخينا. نشوف الشقه. أوكي، معاكم عربية؟ لا ما معناش عربيه. شوف لنا تاكسي هذا مسيوني. هو الاتوبيس ما وصلش لغايه هناك؟ بيوصل بس احنا مش عايزين عطلة. خلي عنكم، انا هندفع والحساب يجمع. نزلكم لحظة واحدة. صباح الخير يا سعادة البيت. طيب وماله؟ اتفضلوا. ده بقى عنتر بيه صاحب العمارة. اهلا وسهلا.
احنا نعرف بعض قبل كده. يمكن. لا مش يمكن، ده مؤكد. افتكر كده. حضرتك ليك نشاط علمي او ثقافي؟ لا. يمكن كنا زمايل في الكليه؟ لا. يبقى لازم تقابلنا في اتوبيس ولا حاجه. على كل حال مش مهم. ايه غلب حمارك؟ حمار؟ حمار ايه؟ حضرتك مش اخو المزمزيل سعاد؟ سعاد؟ انت محسوبك عنك. افتكرتني؟ مش معقول. هو ايه ده اللي مش معقول؟ ازيك يا جلال؟ دكتور من فضلك. ما يضرش. ازيك يا دكتور؟ هلا عاطف، اعمل شهاده. انتوا طلعتوا معرفه ولا ايه؟ الا معرفه، عز المعرفه كمان. ده احنا كنا هنبقى نسايب ولا ايه يا دكتور؟ سبالي. اتفضل انت بالسلامه، حقك محفوظ. السلام عليكم. وازاي اختك المزمزيله يا دكتور؟ اتجوزت صاحبي الاستاذ فتحي شهيد. اسمه مكتوب عندك في الجورنال هنا. انا ما اعرفش اقرا، انا كل اللي اعرفه انه لو كنت اعرف اقرا كنت بقيت صحفي ونسيبتك. ايه بلاش السيره دي اذا كانت مضايقاك، لكن الشقه تحت امركم. انا راجل ابن بلد واعرف الاصول. اتفضلوا خدوا فكره. الجواز ده اسمه ونصيب يا دكتور. اتفضل خد فكره، العماره كلها تحت امركم. ايه ده؟ انت عامل جامع تحت حمار؟ مال منه ثواب ومنه نتعفي من العوايد. اتفضلوا. 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 دي بقى الشقة القبلية ودي البحرية. انت طبعا الزامك البحرية، هي عليها كلام بس برضه ما تغلاش عليك. اتفضل يا هاني. اتفضل يا استاذ. هي دي بقى الشقة البحرية. خدوا فكرة، الحمام بيشاني على كل الالوانات. البانيو مستورد، يعني عفشة المية كلها كده على بعضها شغل بره. اتفضلوا. ترسينا هنا بقى هواها يرد الروح. املى صدرك يا دكتور. الارضية طبعا راح تبقى باركيه، اخر كومبلكس. خدوا فكرة. ايه رايك يا عايز؟ طلباتك؟ ولا حاجة. عاوز ايه يعني؟ كفاية انها عجبتك. متشكر. طلباتك؟ انا باخد 6 بس عشان خاطر الود القديم هقبل 5. 5 ده ايه؟ 5000 جنيه؟ كنت عايز تدفع بالدولار نحسبها. دولار؟ ان كان معاك استرليني ما اقولش لا. ايه حكايتك يا جدع انت؟ انت فاتح بنك ولا ايه؟ العملة الصعبة يا دكتور مطلوبة، بنستورد بيها لوازم العمارة. لا احنا هندفع بالمصري. يبقى تتكل على الله وتدفع 5. انت على فكرة سمسار قال لنا 3. معلش بقى، ده قصده على الشقة القبلية. ليه؟ جلال خلاص ناخد الهدية يا جلال. معقولة هتسكنوا في القبلية؟ ده انت دكتور وتفهم قيمة الشقة البحرية. يا هواها صحي بيجي من البحر. انا ما اقدرش ادفع لا 5 ولا 3. معقولة الكلام ده؟ ده حتى الدكاترة ما شاء الله بيكسبوا. انا مانيش دكتور زي ما انت فاكر. ازاي؟ انت مش قلت لي انك دكتور؟ ايوه هو دكتور مش طبيب. سبحان الله، ايه الطبيب وايه الدكتور؟ مش كل حكمة. انا دكتور في الفلسفة، فهمت؟ لا مؤاخذة ما فهمتش.
بيعالج ايه ده؟ ما بيعالجش حاجه، انا بدرس فلسفه. يعني حضرتك لا مؤاخذه يا خوجه معلم يعني. معلم؟ اسمها مدرس بس في الجامعه. ما يضرش. انا عندي منكم 2 3 واخدين شقق، اللي في الخامس واللي في الثامن، بس باين عليهم مريشين. بيدوا دروس خصوصي للتلامذه بتاعتهم. انت بتديش دروس؟ لا، ما بديش دروس. اللي بيدرس فلسفه لازم يكون غويها، يعني مش محتاج لاي دروس خصوصيه. لا حول الله. طب وانت ايه اللي خلاك تزنق نفسك في الشغلانه دي؟ ده انت ميتك على كده تطلع بالكتير 80 90 جنيه في الشهر. دي ميت بني ادمين دي. يعني انت عايزني اغير مهنتي عشان الشقه بتاعتك دي؟ ما تغيرش ليه؟ ما دام بفايده يا اخي. على كل حال احنا متشكرين، الشقه ما تلزمناش. يلا بينا. خلاص. انت زعلت يا دكتور؟ يا دكتور استنى يا جميل. استنى ايه؟ يا دكتور يا دكتور يا دكتور استنى، روق دمك، الكلام اخده وعطا. ده اللي زيك حبي وعلى ما وافقت. هي دي الفسلافه اللي بيعلموها لكم في الجامعه؟ كان حقك صبرت عليه يا جلال، هصبر على مين؟ ده جاهل ومستغل. لكن عنده شقة فاضية وما صدقنا لقيناها. انا مش فاهم بنى العماره دي ازاي ومنين؟ يمكن يكون ورث. هيورث مين؟ ده وارث الفقر ابا عن جد. ما تتفضلوا عشان اوصلكم. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا هاني. متشكرين يا سيد. الدنيا حر والشمس هتفلق نافوخك. قلت لك متشكرين. تعالى بس. ايه انا محتاج لك في مسألة ما فيش حد هيعرف يحلها لي غير. يا اخي بيقول لك محتاج لك. تعالى، فرصة نتفاهم معاه على الشقة. تعالى. الجاكيتة دي مضايقاكي؟ لا لا لا. افتح الازاز اللي جنبك والنبي يا جلال. عين عليك. اصله بيفتح توماتيك. قصدك اوتوماتيك؟ كله محصل بعضه. المهم نعرف نشغلها. انت عندك عربية يا دكتور؟ المهم انت دلوقتي عايزني في ايه؟ توصلوا معايا البيت ونشرب الشاي ونتكلم. انا ما عنديش وقت. الله بقى، انا اصدق. اتفضل يا دكتور. انت ساكت في الفيلا دي؟ طب سمي بس حاجة كده عشان الأولاد، يعني يا دوب تلمنا. ايد الجدع ده حرامي. دي حاجة؟ لا 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 ابدا، ده الدكتور بيقول الجنينة حلوة قوي. ومال؟ ده من ذوقه بس. اوعى تفتكرها المدام، دي لا مؤاخذة الشغالة. فاكر المطب اللي وقعت فيها دكتور؟ بنت يا بنت. في اوضتها مع الخياط. طب روحي قولي لها تيجي تقابل الضيوف واعملي لنا شاي كومبليت. حاضر يا بيه. اسمعي. نعم. السرفيس بتاع بره. حاضر. اتفضل يا دكتور، اتفضلوا زي بيتكم. اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. لا مؤاخذة، دي عدة زاج محدش يقدر يشيلها الا بأمر. تحب ارص لك حجرين؟ انا عندي تعميرة تنسيك انت مين. تعدل دماغ اجدعها دكتور. ارجوك، انا جاي هنا المهمة محددة. من فضلك قول لي ايه مشكلتك؟ انا مستعجل. حالا بس تشربوا الشاي ولا يا مزمزيل؟ فضلك بقول لك. طبعا، احنا متشكرين قوي. بس انا عرفت السر.
سر ايه؟ الجدع ده بيتاجر في الحشيش. احنا مالنا؟ احنا عايزين نكسبه علشان ناخد الشقه وخلاص. اسكت يا حبيبي اسكت. ما تتكلمش خالص. قدامها تفيدة. تعالي سلم على الدكتور، تعز الحبايب. ازاي يا اخويا؟ تمام. كنت هتجوز اخته. اهلا وسهلا يا دكتور. تشرفنا يعني. اهلا وسهلا يا حبيبتي. قدموا اولاد سلموا على عمكم. اهلا يا حبيبي اهلا. ما علينا. ايه المشكله بقى يا مدام؟ خلاص انتهت المقابله. المدام ملهاش دعوه بالمشاكل. يلا يا مدام، خد الاولاد وورينا عرض كتافك بالصلاه على النبي. يلا يلا بينا يا ولاد. يلا. هو ده بقى يا سيدي المشكله اللي مخلباني. مش عايز يروح المدرسه، واذا راح المدرسه يتخانق مع زمايله ويطيح في المدرسين ويقطع في كتبه ويقطع في هدومه وفي كراريسه. روح قول لعمك ايه الحكايه. انتوا متعلمين زي بعض وتفهموا لغوة بعض. قول لي يا محمود يا حبيبي، انت تروح مدرسه ايه؟ ما اعرفش. طب ومش عايز تروح مدرسه ليه يا حبيبي؟ انت مالك؟ يخرب بيتك ولد، ما تجاوب يالا. انت في سنه ايه يا حبيبي؟ في سنه زفت. جاوب كويس. لا 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 يا سيد عمار غلط كده. لا لا سيبه دلوقتي سيبه دلوقتي. اوف. على طول كده مغلبني. بصرف عليه دم قلب عشان يتعلم ولا فيش فايده. مش يحمد ربنا اللي لقاله اب يدخله مدارس. واضح ان الطفل بيعاني من مشكله، وعلشان يتعالج لازم نعرف الظروف الموضوعيه لهذه المشكله. مظبوط. وده بيقتضي زياره ميدانيه للمدرسه. المدرسه مش في ميدان، المدرسه في الشارع. ميدان ايه وشارع ايه بس؟ هو الدكتور بيقصد زيارة ميدانية، يعني زيارة للمكان اللي حصلت فيه المشكلة، يعني زيارة للمدرسة. طب ما يقول كده. فهمت. يعني لازم نعرف ظروف انحراف الطفل. انحراف ايه؟ انحراف ايه؟ كفلنا الشهر الواد مش منحرف ولا حاجه، هو بس شقي شويتين. ما هي الشقاوه دي في لغه العلم بنسميها انحراف. على كل حال دي مشكلة بسيطة، أنا هروح لمحمود المدرسة وهعرف مشكلته بنفسي. كتر خيرك يا اميره. طب يلا بينا بقى عن اذنك. تروح فين بس؟ استنى والشاي اهو جه. تعالوا بقى ناخده في الجنينه. اتفضل يا دكتور. يا سيد عنتر انا عندي مشكله. تسمع تحلها لي؟ العماره اللي احنا كنا فيها دي بتاعتك مش كده؟ طبعا، واتنين زيها كمان. والعربيه كمان؟ طبعا، غير 5 لواري شغالين في النقل. والفيلا اللي احنا فيها دي؟ لا، الفيلا اللي احنا فيها دي بقى ليها حكايه لطيفه قوي احكيها لك. من 4 سنين دفعت فيها 10 بواكم استكين. 10 ايه؟ يعني 10,000 جنيه. النهارده معروض عليا فيها 400,000 وانا مش موافق. تسمح بقى تقول لي جبت الفلوس دي كلها منين؟ جلال. ايه بقى؟ حضرتك شغال بمصلحه الضرايب؟ ارجوك تجاوبني. صدقني يا دكتور، لا انا حرامي ولا بشتغل في الحشيش. انا طبعا سمعتك بس يعني عملت طناش. هو جلال ما يقصدش. ولا يقصد يا ست؟ شوف بقى باختصار كده انا احكي لك الحكايه. ربنا يديك طول العمر. بعد الحاج نوفل العم ما توفى مسكت انا محله وبقيت متعاهد الزباله في الحي بتاعته. شويه شويه بقيت انا متعاهد الزباله في المنطقه كلها. وبيني وبينك بقى شغلانه الزباله دي كلها دهب. زباله دهب؟ اذا مش مصدقني تعال معايا وانا افرجك. شوف يا سيدي، العربيات تلم الزباله وتقلبها هي، وبعدين تتنقل. الورق على جنب يتكبس اكوام ويبقى بلاد ويطلع على المصنع. والازاز على جنب، والصفيح على جنب، والكهنة والخرق تاخد جنب، والخشب والرابش وكل صنف يتعبى ويتباع. الورق يروح لمصنع الورق يتعمل منه كرتون وورق لحمة. الحديد يتقطع
ويتسايح ويطلع منه مواسير. والرابش صنفين، صنف ناشف يروح على المستوقد يدمسوا به الفول، وصنف طري يروح على مزارع الخنازير. حاجة غريبة. امال نظام وتكنولوجيا. والحاجات دي بتتباع بأسعار غالية؟ حسب السوق، عرض وطلب. والحكومة عندها علم بالنشاط ده؟ بتاخد منكم ضرايب؟ انت بتدافع في السؤال ده ليه؟ تكونش ناوي تشتغل معانا؟ اشتغل معاكم؟ اشتغل معاكم ايه؟ انا ما عنديش مانع، بس بشرط تبتدي من الاول، تشيل القفه يا دكتور. 180 1490 1500. ايه ده؟ ده كل المبلغ اللي حيلتي عايده. دول ما يكملوش نص الخلاوي. حاسبي يا عايده، حاسبي. عايده ده سوء العمر يا عايده. 10 سنين تدريس في الجامعه، تأليف 5 كتب، 3 اشهر سلفه. دي كل قيمتي في المجتمع، دي كل قيمتي في المجتمع. فلونا حد يزود انا دوي، حد يزود انا تريح. جلال ده انا لو افضل بعقلي ابقى مجنون. اضحكي، انا بتريق او اضحك علشان احبس الدموع في عينيا. جلال، انت فيلسوف حقيقي. طب ده انا لو كنت صرصار كنت اتلميت على صرصاره زيي وعشنا في شق في دورة ميه، لكن للاسف انا انسان. انت ايه اللي لمك على واحد زيي؟ ما تقولش كده يا جلال، انت راجل ليك قيمتك في المجتمع، انت راجل فكر. انا برضه بقول كده، لكن قدرت اعمل ايه بفكري ده؟ جلال، ما تستفيد بفكرك في حل المشكلة. ازاي؟ هروح ادي عنتر شويه فكر وفلسفه يقوم يديني الشقه؟ ايوه، عنتر محتاج لفكرك وفلسفة. هيعمل بيهم ايه؟ يبلط بيهم الشقه؟ يحل مشكلة ابني، ولو ساعدنا عنتر على حل المشكلة هنقدر نكسبه، ولما هنقدر نكسبه هنقدر نتفاهم معاه، يعني نديله المبلغ اللي معانا ونحجز الشقة ونقول له يصبر على الباقي. انت بتجيب الافكار العمليه دي منين؟ من الحياة. حقيقي المرأة هي سر الحياة. حياتك الباقية. قوم معايا بقى علشان نلحق محمود. محمود، انت ولد يا محمود. انا مش غلطانه يا استاذ، هو اللي قال لي ادبه عليا. طب هات شنطتك وحصلني. يا دبان، قلت لك تعالى ورايا. هنويك. ادي اللي في شنطه محمود. مانجا، تفاح، شوكولاته، 7 اب، مصاصه. ايه ده يا محمود؟ مرون جلاسيه بتاع بره، الكيلو ب15 جنيه. ايه مش مصدق؟ ومعاك كام النهارده يا محمود؟ مش عارف. طب وريني كده. 5 6 7 8 9 جنيه. اصل انا فكيت ال10 جنيه الصبح. طبعا هي ال10 جنيه بتستحمل، ده اول ما بتتفك بتطير على طول. طب يلا يا محمود، يلا عشان تلحق حصتك. يلا يلا. الله العظيم، انا لو اشتغلت 6 اشهر مرتبي ما يجيب الحاجات دي. اتفضل استريح. المشكلة إن الولاد اكتشفوا إن والد محمود كان في الأصل زبال، فمسكوا له زلة. كل ما يصير غيرتهم بالحاجات اللي بيجيبها معاه كل يوم يتريقوا عليه ويقولوا له بتلاقي الحاجات دي فين يا محمود؟ بتلاقيها في الزبالة. يعني الولد بيعاني من عقدة نقص؟ مظبوط. أي نعم.
طب ليه حضرتك ما حاولتش تقابل والده وتفهمه الموضوع ده؟ حاولت، بس ما قدرتش اتكلم معاه بصراحه. هو كان دايما بيجي زعلان، ودي مدرسه خاصه وهو بيقدم لنا مساعدات كبيره قوي. امال انا هعمل معاه ايه ده؟ اتفضل يا بيه. انا مش فاهم انت عايز الصفيحه دي هنا ليه؟ ارجوك. قول لي يا محمود، يحصل ايه لو الزبال ما جاش ياخد الزباله دي بكره؟ يجي بعد بكره. واذا ما جاش بعد بكره؟ ما يجيش ازاي؟ ده انا اقطع رقبته. ارجوك تسيبني اتكلم مع الولد. تعرف يا محمود، الزبالين الشهر اللي فات في لندن عملوا اضراب وبطلوا يشيلوا الزباله. عشان ايه؟ علشان الحكومه ترفع اجورهم. والناس عملت في الزباله ايه؟ ابدا، ابتدوا يرموا الزباله في الشارع، ابتدت الزباله تبقى اكوام اتلم عليها الدبان. الحكومه خافت ان الامراض تكتر فرفعت اجور العمال دول وابتدوا يشيلوا الزباله تاني. شفت بقى قد ايه مهمه الزبال دي؟ شغلانه مهمه. انت بتقولي كده عشان بابا كان زبال؟ الله، وماله؟ دي شغلانه شريفه جدا وما تقلش في اهميتها على المهندس، الدكتور، المدرس. لا يا سيدي، مش بس كده يا اخويا. يا ابني اللي يقول لك ابوك كان زبال قول له ابوك بيكسب قد ايه. يا حبيبي ما تقولش كده. المساله مش مساله مكسب، المساله قيمه العمل اللي انت بتأديه للمجتمع. لا يا واد، قول له وخزع عينيه. ما تسمعش كلامه يا محمود. انت بتعصر الواد عليا. ايوه، واقعد انت ساكت. اقعد ساكت؟ كلامك انت غلط وهو ده سبب المشكله. ايه الغلط في اللي بقوله؟ انا امشي هذا محمود من هنا. خليني اشوف تعالى يا محمود. امشي هذا من هنا اما اشوف ايه الحكايه تعالى. الغلط اللي انا بقولها دي. فين انتوا الاثنين؟ يلا امشي. انت اصلك غلطان. تودي الولد المدرسه معاه تفاح وشوكولاته والبان في الشنطه. طب وايه الغلط في كده؟ الواد يعني ما ياكلش، ما يترهقش، ما يبرش نفسه؟ كل زملائه بيغيروا منه وابتدوا يحقدوا عليه. تبقى المسألة حقد بقى. ايوه، وانت كمان لازم تراعي المسألة دي في تصرفاتك. في ناس كتير قوي ما عندهاش اللي عندك. ما تحاولش انك انت تثير غيرتهم وحقدهم علشان تحافظ على السلام الاجتماعي. سلام ايه واجتماع ايه؟ واما بنعمة ربك فحدث. حدث يعني تنعم الخير، اشكر ربنا عليه وتصدق منه، مش تتفخر بيه وتعاير الناس بفقرهم. ادي معنى في حدث. فهمت؟ انت جاي توعظني؟ انا انقل الواد من المدرسة دي واريح نافوخي. ده مش حل. الولد لازم يغير من سلوكه والا المشكله هتتنقل معاه من مدرسه لمدرسه. خلاص بلاش تعليم خالص ولا مدارس خالص. ان كان المدارس هتعقد الواد اقعده في البيت احسن. ما هو ده برضه غلط. لازم الولد يتعلم، سيبه يشوف مستقبله. مستقبل ايه؟ حتى انفلح راح يطلع ايه يعني؟ دكتور؟ امال انت عايزه يطلع زيك؟ يا دكتور احترم نفسك. امال انت هتعمل لي فونت بالدكتوره بتاعتك؟ انا الدكتوراه بتاعتي دي علامه تفوق، علامه امتياز. ولو انا عندي فهم اكتر منك. انت ما تقدرش تفهم سطر واحد من الدكتوراه بتاعتي. ولا انت تقدر تملك حيطه في العماره بتاعتي. طز في العماره بتاعتك. طزين في الدكتوره بتاعتك. والله ما انا مسكنك عندي. ومين عايز يسكن عندك؟ تغور انت والشقه بتاعتك. الله، بركه اللي جت منك. يا 170. انت عمرك ما كان ضغطك عالي بالشكل ده. بسيطه لو كانت على الضغط. انا حياتي كلها ملخبطه اليومين دول يا دكتور. لا، تاخد بالك من نفسك، لازم تبعد عن اي انفعال. انا هكتب لك على حقن وحبوب مهدئه، كفايه تاخد واحده منها في اليوم. كتر استعمالها مضر، بتاثر على خلايا المخ. هو بقى في مخ يا دكتور؟ ازاي تقول الكلام ده يا دكتور جلال؟ انت وامثالك مخ البلد، عقولها المفكره. لا يا جلال، انت برضو غلطان. طبعا انا غلطان، اللي ضيعت وقتي مع بني ادم زي ده. ابدا يا حبيبي، بس ما كانش لازم تزعله، كان لازم تسايسه. اسايس مين؟ ده بينطح بالكلام زي الطور. برضو كان لازم تصبر عليه. احنا برضو محتاجين له علشان الشقه يا جلال. الشقه طور الشقه اللي هتضيع كرامتي دي. الشقة دي مش هتضيع كرامتك، دي هتحافظ على كرامتك انت وبنتي. ولا عاجبك يقولوا عليك انك ما انتش عارف تفتح لك شقة؟ انت احسن حاجة تروح تصالحه. ايوه يا جلال، علشان خاطري. ها؟ انت كمان بتأيديها؟ خلاص بقى يا اخي ما تكبرهاش. ها؟
مستحيل. يبقى هو اللي غلطان وانا اللي اروح اصالحه؟ ده منطق معكوس. المنطق يا دي المنطق وسنين المنطق. انت يا ابني كل حاجه عندك المنطق المنطق. يا حبيبي انا شوف مصلحتك فين واعمل اللي يوصلك لغرضك. دي فلسفه انتهازيه مكيافيليه. نعم فلسفه. ادي اللي بناخده منك كلام في كلام. صدق من عملك بتاع فلسفه. متشكر جدا. انا بقى الدكتور منعني من الانفعالات. مش لازم انفعل، مديني ادويه عشان ما انفعلش، ومش هنفعل. عن اذنكم. الحكايه كل مدى بتتعقد. يوم ما خطبني جلال كنت اسعد انسانه في الدنيا، والناس كلها حسدتني. دلوقتي اصحابي كلهم اتجوزوا وبقى لهم بيوت وخلفوا، وانا مش عارفه يا ماما، انا زهقت ومش عارفه اعمل ايه. خلاص يا حبيبتي تسيبيه خالص والف غيره يتقدم لك. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ اسيبه ازاي؟ انا لازم اعمل حاجه. يا حبيبتي ماما تعالي معايا بكره نروح العنبر. واحلى يا ماما. نروح. شايفه العز؟ اتفضلوا. شاكرين يا عبد. انا اسف اني بستقبلكم هنا، اصل ده يوم المزرعه، لازم اجي اشقر على الخنازير. طبعا. على فكره رزقهم كبير قوي، دول بيكسبوا دهب ولا بيكلفونيش حاجه، عايشين على الرابش بتاع الزباله. ربنا يزيدك يا عم طريق. انا بحمد ربنا اني ما نسبتش اخينا ده. ما تاخذونيش يا جماعه، ده بني ادم ما يتعاشرش. كان الله في عونك. ما انت اسمتها بقى يا عم تربيه. انا بسمع ان الجماعه بتوع الفلفسه دول بيبقى عقلهم شاتت حبتين، بس اخينا ده صواميل مخه فكت خالص. اصل الحكايه اسم الله عليك، ادي انت فهمت. ولا كده اني اتخميت فيه وجايبه يحل لي مشكله الواد، يقوم يعصيها عليا ويقول له حق والسلام وما اعرفش ايه. سلام اجتماعي ده مبدأ في الدستور. دستور يا سيادي، انا ماليش دعوه بالسياسه. معلش يا عم تربيه. اتفضل. اصل ما جابش عيال عشان يفهم في تربيته. انا من ساعه ما شفت المزمزيل معاه قلت ذوقه حلو وقلبي اتشرح لها، وقلت باين عليها بنت ناس أمرة ولازم تسكن عندي. وان شاء الله هنسكن برضه. اعتبر اخوك الصغير لسه طايش، عاوزين نلم هو وعايده ونخلص بقى. انا هديكوا الشقه عشان مجيتكوا لحد عندي وعشان عيون المزمزيل. كلك ذوق وانسانيه يا عم تربيه. انت تتفضل تشرفنا في البيت في اي وقت، نشرب الشاي ونكتب العقد. اوي اوي، انا يسعدني اشوفكوا في كل وقت. اتفضلوا على العربيه. الله يخسرك فيه. دكتور جلال. خير؟ عندك هيجي عندنا النهارده، هيمضي عقد الشقه ونخلص. من غير خلو؟ بخلوه طبعا. بص بس هندفع 1500 جنيه مقدم والباقي لما نستلم الشقه. لكن انا قايل لك قبل كده هنتعاون انا وانت. انا محوشه مبلغ للجهاز هندفعه للشقه وبعدين نجهز على راحتنا. يعني هنستسلم لعنتر كده بالبساطه دي؟ وبعدين يا جلال ما تعقدهاش. امال عندك حل تاني قول. انا زهقت. انا عايز اعمل اللي في حدود امكانياتنا واللي في حدود القانون. انت فاضي للقانون؟ انت مش وراك محاضرات ورساله بتراجعها وكتاب بتالفه؟ عندك وقت تقضي عنتر ولا عايز تقعد تقرا وتكتب؟ انا الحقيقه مش عارف اعمل حاجه خالص من ساعه ما ابتدت المشكله دي. يا جلال انت عارف ان في اساتذه في الجامعه بانين عمارات وبياخدوا خلوات. عارف، الجرايد اتكلمت عنهم. خلاص
يبقى نعذر عنتر. فعلا الجاهل والاستاذ في المساله دي زي بعض. مساله اخلاق ومبادئ. اتفضل الشاي يا عنتر بيه. شكرا. شايك يا جلال. اتفضل دوق، بيتي فور هيعجبك قوي. عمايل ايدين عايزه من ايد بني ادمه. ده قطيع نار يا دكتور. ولا انت مالكش في الحلم؟ ايه ده؟ انت بتستعرض حاجات زي دي؟ انت عارف دي ايه؟ ما يا دكتور، ده انا جربت كل الاصناف دي، السيكونال والفانتوم والسبراكس، ما خليتش. ايش يتبلبع وايش تحطه تحت لسانك، واللي تسفه واللي تزيحه واللي تشمه. يا سلام، ربنا يحميك لشبابك. امال بس بطلت ده كله وحياتك. قالوا لي الحاجات دي بتجيب المناخوليا، انما انت ليه بتستعطاها يا دكتور؟ ابدا، هي بتريح اعصاب. الله، طب وده ليه اعصابه تعبانه منين؟ ليه يا دكتور، عندك فكر؟ لا انت اللي عندك. طبعا عندي. شايل هم العماره ودوشه بتوع الضرايب. كفايه عليا سعر الدولار اللي لخبطني، طالع نازل طالع نازل زي الصنصير. فكرك انت بس اللي عندك فكر. هو في حد خالي من الفكر يا عنتر بيه؟ طب ما تقولي له. وبعدين بقى خلاص يا سيدي، عرفنا ان عندك مخ وبتفكر. انا عندي مخ بشتغل بيه ليل ونهار ولا 10 دكاتره. انت هتلبخ؟ جرى ايه يا جماعه، انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ انا ما بتخانقش، الدكتور هو اللي خلقه ضيق، عايز يتخانق مع دبان وشه. دبان؟ ايوه دبان، ولو طولت كمان تطبق في زمارة رقبتي كنت عملتها. انت كنت فاكرني مجنون؟ انت مش قلت لي ان اعصابه تعبانه؟ ايوه يا عنتر. ايوه ده ايه؟ لا خلاص بقى يا جماعه، ما تهدى يا جلال. اهدى؟ ايوه اعملوا لنا خاطر، احنا قاعدين معاكم. انتوا خاطركم على العين وعلى الراس. معلش حصل خير. يظهر انا وانت اعصابنا تعبانه. ايه رايك ناخد الجماعه ونطلع على شارع الهرم؟ علشان ايه؟ نفرفش، نمنجه نفسنا يا اخي، نروح نسهر في ايها كازينو. انا عازمكم الليله دي على الاوبرش. الاوبرج؟ ايوه الاوبرج فيه برنامج حلو قوي 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 يا انكل عنتر. ما تقولش انكل. انت مالكش دعوه بالمواضيع دي، روح اقعد في اوضتك يلا. قلت ايه؟ انا ما بسهرش في الحته دي. امال بتسهر فين؟ ما بسهرش خالص. يبقى تسهر بقى عشان خاطري، انا عايز اصالحك. اسمع بقى يا سيد، انت جاي هنا المهمه محدده، تمضي عقد الشقه وتتفضل. انت بتطردني؟ لا 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 لا، جلال ما يقصدش كده يا عنتر بيه. ده بقى يا جلال، خلينا نمضي العقد. اوف. اتفضل يا سيد، ال 1500 جنيه اهم زي ما اتفقنا، والباقي هديهم لك بعد ما استلم الشقه. افتح الله، وانا ما بسكنش حد زعلان مني. لا ابدا، جلال مش زعلان ولا حاجه. انت زعلان يا جلال؟ لا مش زعلان. ادام مش عايز تسهر معانا تبقى زعلان. يا اخي انا قلت لك مش زعلان. ادام مش زعلان يبقى تيجي تسهر معانا. خلاص بقى يا جلال، هنسهر يا عنتر بيه، امضي العقد. يا جماعه قلت لكم مش هقدر اسهر، عندي شغل. بقى يا جلال، اجي معاكم يا انكل، اجي معاكم. قلت لك ما تقولش انكل. ليه؟ تعال معانا. سهرة تحب اللمة، ده احنا ليلتنا هتبقى انس. اهلا عنتر بيه. مش عايزين نقعد اكتر من ساعه واحده. يا دكتور، ده ساعة الحظ ما تتعوضش. تعال تعال.
يا دكتور ما شافش ليه؟ قلت لك يا صابون. لا يا سكوت كوت. ايه النظام ده بقى؟ انا هشرب لوحدي؟ انا هشرب معاك يا انكل. ولا ايه يا هاني خليه يشرب عشان يطلع مدردع ويفهم في كل حاجه. حوريني يا طيطة يا طيطة، حوريني يا طيطة، ده بعد عن شطة وشطيطة. طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة. حوريني يا طيطة يا طيطة، حوريني يا طيطة، ده بقربه من زي الجرانيطة. طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة. ما جيت في يوم على باله، ما جيت في يوم على باله، ولا جيت في يوم على باله، وعايز افوتها له. قال يعني شايفني شايفني، قال يعني شايفني شايفني، قال يعني شايفني شايفني، انا لابس برنيطة يا طيطة. طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة، طيطة 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 يا طيطة يا طيطة. يجيب ويبعد ولا يسأل، وعايزني ابعت له الجوابات. انا مهما اشكي ولا ازعل، عايزني اروح له واقول سلامات. يجيب ويبعد ولا يسأل، وعايزني ابعت له الجوابات. انا مهما اشكي ولا ازعل، عايزني اروح له واقول سلامات. واخد الحكايه لو يدراع، حوريني يا طيطة، والقصه في السيمه بتتذاع. حوريني يا طيطة، واخد الحكايه لو يدراع، حوريني يا طيطة، والقصه في السيمه بتتذاع. حوريني يا طيطة. ما جيت في يوم على باله. حبيبي يسأل عن الصوت، والدنيا عنده عالمهلي. انا لما احبه يا ناس معذور، ده حلاوته هتطير عقلي. حبيبي بيسأل عن الصوت، وانا بحبه على مهلي. انا لما احبه يا ناس معذور، ده حلاوته هتطير عقلي. اصل حلاوته مسكرة، حلوه مسكره، والضحكة حلوة. ليلتك طينه يا دكتور. اشرب اشرب يا راجل، بلا فلفسه بلا الكلام الفارغ. سكرة ناولني يا حظ يا انكل. سكرة ما جيت في أنا هرقص يوم معاه. على باله، ولد ما جيت سيبيه في يوم على خليه باله، يطلع متدردح ولا جيت يفهم في في الشرب يوم على باله. والرقص في الخليوي. أفوت صحتكم. هاله. جلال كتاب. سيبيني يا قال يعني شايفني شايفني، قال يعني البلاد لازم شايفني شايفني، البلد كلها لازم تشرب، شايفني شايفني. الدنيا كلها لازم تسكت. تصحت ممكن عم خبر تفتكر. يا طيطة حلوة. فايق خالص. انا عمري ما كنت فايق زي الليله دي. كفايه كده انك هتتعب. يا طيطة يا طيطة هفضل تعبان العمر. يا طيطة حوريني يا طيطة.
يا استاذ عنتر، استاذ عنتر. هادي اخرة اللي ياخد خلوه بعزقه. يلا بينا. استنى يا جلال. استنى ايه؟ حساب يا فندم. حساب ايه يا ابني؟ حساب الترابيزه 370 جنيه. ايه؟ نعم. الحساب عند عنتر بيه، عربيته بره. عنتر بيه، عنتر بيه. 370 جنيه. نهايتي في كام شهر دول؟ اصحى الصبح الساعة 7 واقعد ادح لغاية نص الليل. اصحى يا جدع انت. هو بقى. ايه ده؟ ايه ده الدنيا بتمطر؟ اصحى عشان تدفع الحساب. لا مؤاخذة يا جماعة، أنا ما سكرتش، أنا بس خدت لي تعسيل. تعال يا ابني، تعال خد الحساب. شوف لنا تاكسي يا كمال. عشان إيه تاكسي؟ امسك العربية يا دكتور. ما تكلموا يا جماعة. هو حصل ايه بس يا جلال؟ انت مش شايفة الحالة اللي هو فيها؟ هيسوق العربية كده ازاي؟ شافش يا دكتور على روحك، أنا بس أقعد على الدركسيون وكله يبقى تمام. انت العربية دي ما تسوقهاش. انت تيجي معانا احنا نوصلك. توصلني؟ أنا سوق بعون الله لحد المريخ. صح صح يا عمر. تعالوا بس. تركب يا دكتور، ما تبقاش قلبك خفيف. العمار بيد الله. ليلتنا مش فايتة. سوق على مهلك. هدي شوية. يا دكتور ما تخافش، دي عربية جديدة وفراملها سليمة. حتى شوف. انت اكيد مجنون. معلش، سوق على مهلك يا عنتر بيه. حاضر يا ست هاني. ان شاء الله هنموت كلنا على ايديك. انت فكرتني بالموت. مرة رحت جنازة واحد صاحبي وانا واقف على قبره، اتفقت مع اهله وابني لهم حوش ومدفن واسع يلمهم كلهم، وكله بتمنه. ما شاء الله. امال الحياة كده تحب اللحلاحة، لا تقول لي موت ولا دياول. شفتي بقى عبد كان بيبعتر في الفلوس ازاي؟ ما هو علشان مش تعبان في الفلوس بيبعتر فيها بالشكل ده. تعبان ولا مش تعبان، المهم انه راجل شاطر، عارف يكسب قرش ازاي ويصرفه على نفسه ويتمتع بيه. ولا فكرني بايام زمان، ايام ما كنت صغيره وكان جدك فايز باشا الله يرحمه كان يلمنا كلنا ويودينا بالفرق. يعني جدي كان زي عنده فلوس وبس. مالها بقى الفلوس؟ فقط. لا يا ماما، بس الفلوس مش كل حاجة. ولما هي مش كل حاجة، ايه اللي معطل الجواز؟ ولو ما كانش عنتر ولا غيره بيطلبوا خلوه كان زماننا اتجوزنا من زمان. خلاص نعمل زي الدنيا ما بتعمل كلها وندور على اللي عنده. قصدك ايه يا ماما؟ صعبان عليا يا حبيبتي حالك. كان نفسي ربنا يرزقك بواحد غني ومبسوط زي عنتر يسعدك ويهنيك. يا ماما جلال بيحبني ومركزه كويس. الحب يا حبيبتي مش كل حاجة، الحب مش ممكن يسعد حد أبدا ما دام في فقر. حقيقي طنطي غريبة أوي، ما بتديش الإنسان كل حاجة. خليكي اقعدي كده تحصلي على نفسك لحد القطر ما يفوتك وشبابك يروح وترجعي تقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتني سمعت كلام امي. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا عنتر بيه، اهلا وسهلا. سعيد يا مدمزين. اتفضل
اتفضل في الصالون. وعليه الصالون وانا بقيت غريب. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. في شويه حلويات كده على موزه. ولزومه ايه بس التعب ده؟ ده انت كده بتحملنا جمال كتير قوي. لا جمال ولا حاجه، ده انا قصدكم بخدمه. خير؟ الواد محمود ابني جاب لي الشهاده بتاعته مليانه كحل. يا ساتر. ساقط في كل العلوم. جبت له مدرسين اشكال والوان تسد وحياه، لكن برضه قلبي وكيلني. يا ريت كانت ست عايده تبقى تيجي تشطر عليه من وقت للتاني، تشوفه عامل ايه، محتاج تقويه. وماله يا عنتر بيه، ده احنا نخدمك بعينينا الاتنين. تسلم عينيكي، بس انا ليا شرط. خير؟ ادفع لها عرق. على ايه؟ الشغل شغل. انا هدفع لك 50 جنيه في الشهر. قلت ايه؟ استبينا؟ ايوه بس ايه يا عايده؟ يا ماما لما اخد راي جلال عن اذنكم. وايه دخل جلال في موضوع زي ده؟ اذا كانت مش موافقه بلاش. مش موافقه يعني ايه؟ لازم توافق غصب عن عينك. انت جلال في حاجه، ازاي ترفضي 50 جنيه؟ يا ماما قلت لك لما يجي جلال. عنتر عاوز يعرف رايك دلوقتي. جلال لو جه ممكن يعقد لك الامور اكتر ما هي متعقده. تعالي يا حبيبتي، تعالي قولي لي موافقه. يا ماما يا بنتي يا حبيبتي اسمعي كلام امك. 50 جنيه ينفعوكي في جهازك دلوقتي، تجيبي بيهم ستاير، مفارش، طقم صيني. ده انتوا لسه قدامكم بلاوي متلتله. سيب انت كل شيء. يلا روح انت وقفلي الباب وراكي. سيبي الباب مفتوح يا بنتي. قلت لك يا بنت اقفلي الباب. وانت واقفه عندك بتعملي ايه؟ وانت قاعد عندك ليه؟ ايه؟ ايه؟ انا قاعد معاهم عشان الواد يكش مني ويكتب لي دروسه. لا يا شيخ. ايه يعني مش عاجبك كلامي؟ انا الحركات دي ما تخلش عليا. حركات ايه يا مجنونه انت؟ المسمسين مخطوبه. ولما هي مخطوبه ساكت على قعدتك جنبها ليه؟ انت هتتلمي بقى ولا رزعت على فلوسك بقى؟ تتلمي انت ولا دي؟ خليك يا طن احنا مالناش دعوه بيكم. معلش هجيلك تاني. عبلة مشي؟ ازاي؟ عاجبك كده؟ الواد هيسقط. احسن ما تسقط انت. اسقط فين يا وليه انت يا مجنونه؟ تسقط في غرامها. معقوله يا وليه؟ بقى بنت متعلمه زي دي هتبص لواحد زيي؟ متعلمه ولا جاهله؟ انا عارفه بنات المدارس دول دايما يبص لفوق، ما يهمهمش غير الفلوس. فكرك كده؟ طبعا. طيب يلا خش حمل عيال يلا. اتفضلي يا ست عايده. لا معلش، متشكرة قوي. متشكرة ده ايه؟ اركبي بسرعة لحسن يفتكروني بعكسك. اوعي تاخدي على خاطرك من كلام ام محمود. هي صحيح لسانها مسحوب شوية لكن قلبها طيب، ومع ذلك انا مش هفوت لها اللي حصل منها النهارده. انت مهامك كبير قوي عندي وما يصحش انها تغلط فيكي. حصل خير، انا مش عايزه يكون سبب خلاف بينك وبين المدام. ان كان على الخلاف موجود، انا وهي دايما مختلفين. انا من دنيا وهي من دنيا. ازاي؟ هي صحيح ست بيت واخده بالها من العيال، لكن انا دلوقتي تلزمني واحده صنف تاني. انا دلوقتي بختلط بالمجتمع واعرف ناس مهامات ومتعلمين. لكن انا برضه هعمل بالوصول، هخليها في الفله وهحافظ لها على كل حقوقها هي وعيالها زي الشرع ما. وربنا يرزقني بواحده زي كده متعلمه وفتاحه وتفهمني، وانا ولله الحمد اقدر افتح بيت واتنين والعدل موجود مادام قادر وخير ربنا كتير. فهمانه يا مزمزين عايده؟ ها؟ معلش بكره تفهميني. فرفشي بقى واسمعي الغنيوه دي.
على سكر بولاق على سكر بولاق على سكر بولاق سبحان الخلاق خلى التفريق. ازاي عايزه تعمل كده من غير ما تقول؟ وهي عملت ايه يعني؟ اللي يسمعك بتقول كده يقول دي عملت عنه. فيها ايه لما تدي للواد درس وتطلع بقرشين؟ هي كل زميلاتها بيعملوا كده. مش كتر خيرها اللي عاوزه تساعدك. ان كان عليا انا مش باخد من حد حاجه. معاش جوزي مكفيه. السلام عليكم. اهلا 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 عنتر بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. ما قلت لك بلاش الحبوب ده دكتور، صدقني يتوصل المورستان. عايده مالك يا عايده؟ في ايه؟ زهقتي من ايه يا عايده؟ اقول لك يعني ما انتش عارف انا كل يوم كرمت تقرح علشان خاطر يا جلال. انت لازم تتحرك، لازم تعمل حاجه. بطل بقى التوهان والسلبيه اللي انت فيها دي. توهان ايه وسلبيه ايه؟ انت خلاص بقيتي تتكلمي زي مامتك بالظبط. ايه الفرق بينك وبينها؟ ايه يا عايده جرالك ايه؟ فين شخصيتك؟ فين ثقافتك؟ شخصيتي ايه وثقافه ايه يا جلال؟ انت كل حاجه عندك شخصيه وثقافه. انا كمان انسانه عندي احلام عايزه اشوفها بتتحقق. يا جلال يا جلال دور على مستقبلنا. انا قصرت في حاجه؟ انا طول عمري انسان مجتهد. اخدت الليسانس والماجستير والدكتوراه، الفت 5 كتب، بقيت استاذ في الجامعه واتخرج على ايديا الاف الطلبه. كل ده ملوش قيمه. امال ايه اللي ليه قيمه؟ انت اتجننت باين عليكي. يا جلال افهمني، ارجوك تبطل تتكلم بالمثاليه بتاعتك دي. خليك في الواقع اللي احنا فيه. تقدر تقولي ما انتدبتش نفسك ليه في اي بلد؟ ليه ما سبتش البلد ورحت تشتغل في اي حته تجيب فلوس تحل بيها مشكلتنا؟ انا لازم افضل هنا، لازم ادعم مركزي. مركز ايه يا جلال؟ مركز ايه؟ ما كتير من زمايلك عملوا كده. حصل ايه مراكزهم؟ بالعكس بقت مراكزهم احسن لما رجعوا بعربيات ومعاهم فلوس. انا اتعلمت في البلد دي وبقالي فيها مكانه علميه، كل تلامذتي هنا ولازم استمر ادي واجبي. هنرجع تاني نتكلم بالمثاليه يا جلال؟ وهي المثاليه بقت تربع، بقت لعنه في نظرك. لو كل واحد ساب البلد هتتطور ازاي؟ لا يا عايده انا ما كنتش احب اسمع الكلام ده منك ابدا. انت الانسانه اللي اخترتها عشان تكون شريكه حياتي. انا راجل فكر وبأدي واجبي. لازم تقفي جنبي، لازم تساعديني عشان استمر. انا وقفت جنبك 5 سنين. قلت لي اصبري عليا لحد ما اخد الدكتوراه. صبرت. قلت لي اشغلي نفسك وقدمي للماجستير. قدمت. ايه ده؟ هنفضل ندرس وندرس وندرس وندرس؟ مش لازم بقى نعيش؟ وهي دي مش عيشه؟ دي ارفع مستوى من العيشه. امال عايزانا نعيش ازاي؟ زي عنتر وامثاله، كل همنا نجمع فلوس ونبني عمارات وناكل زي البهايم ونسرق في شارع الهرم. هي دي العيشه اللي انت عايزه تعيشيها؟ ايوه، ليه لا؟ الحاجات دي هي مظهر الناس، هي اللي بتحدد مراكزهم قدام بعض. غلط. لا يمكن مركز الانسان يتحدد بناء على اللي بيكسبه او على اللي بيتمتع بيه. اذا كان كده كان يبقى كل المفكرين والانبياء ما لهمش اي قيمه، لان كلهم كانوا فقراء وما كانوش لا بيكسبوا ولا بيتمتعوا زي عنتر. الحضاره انهارت من ساعه ما الانسان تحول الى آلة بتكسب فلوس، لكن احنا لازم يبقى لنا اسلوب غير كده. يعني مفيش فايده؟ مفيش فايده في ايه؟ مش هنقدر نعمل حاجه تحل مشكلتنا؟ لا حاضر، انا بكافح عشان اقدر. مش انا لوحدي اللي بمر بمشاكل ماديه، ناس كتير قوي زيي بتكافح. انا متاكد ان انا همر بالازمه دي. وده جدها الله يرحمه فايزي باشا. باشا طبعا، امال انت فاهم ايه يا عنتر بيه؟ بس اللي جنبه بقى لا بيه ولا باشا، ده شكري افندي عبد الحميد، مدير التفتيش الملكيه في الشرقيه، والد عايده جوز الهانم. ايوه، لكن كان مرشح ياخد البكويه لولا الثوره قامت. وانت طبعا ما كنتيش عايزاها تقوم. الحاجات دي انتهت من زمان يا هانم، محدش بقى بيفتخر بيها دلوقتي.
برضه ولاد الاصول يفضلوا ولاد اصول مهما جرى عليهم الزمن. قول له يا عنتر بيه، قول له. ما انتوا خلاص ورثتوهم يا سيد عنتر. واعمل حسابك، عايده مش هتدي دروس لابنك بعد كده. ليه؟ علشان ايه؟ والشقه بتاعتك عاجبك ناخدها من غير خلو، عاجبك مش عاجبك انا هتصرف. جلال تتصرف تعمل ايه؟ هسترد فلوسي، وانت اللي زيك لازم يخش السجن. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا جلال؟ خلاص يا هاني، المبلغ اللي دفعته يا دكتور يعني 1500 جنيه، ده انا بعزقتهم في قعده. استنى بس يا عنتر بيه، انت اتجننت يا جلال؟ انا في منتهى العقل. كده يا عايده، عايده يا عايده، تعالي شوفي جلال بيعمل ايه. اتفضل. لو سمحت بقى اديني العقد بتاعي. عاجبك كده استانم؟ اديني اتهزقت في بيتك اهو. لا لا، اسم الله عليك وعلى مقامك، مقامك محفوظ دايما يا عنتر بيه، هو اللي جنى على روحه. انا قلت لكم ان الحبوب اللي ببلبعها دي هتكلف له نافوخ وما صدقتونيش. اتفضل ارتاح، ارتاح يا عنتر بيه، هعمل لك فنجان قهوه. البيت بيتك ومطرحك، تقدر تشرف وقت ما يعجبك. طيب يا دكتور. ازاي يا جلال تديله العقد؟ انت كده خسرت حقك. مش مهم، بكره هلاقي بيت شقه. المهم انا ما اخليش واحد زي عنتر ده يتحكم فيا. امال ده رايها ايه؟ مش عارف، انا الست دي مش مستريح لها. انا حاسس انها بتتامر مع الراجل ده عليا، فاتحه له بيتها داخل خارج كل يوم. ايه الكلام ده؟ ما تروحش بالحكايه يا فهمي. هنروح نقابله انا وجلال. لا 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 لا، ارجوك ما تجيبليش سيره الموضوع ده تاني خالص. ما تاخد لك نفس يا فهمي بيه. متشكر قوي، ما بشربهاش. عرفت الحكايه بقى يا سيدي؟ انا اللي غلطان ولا ابنك الدكتور هو اللي عصبي؟ فسخ العقد من دون مناسبه. معلش اعذره، اصلي انت عارف برضو ان حكايه جوازه طولت، وان شاء الله تتكرم علينا برضو وتدينا الشقه. كان من عناية، بس خلاص الشقه راحت لصاحب نصيبها واتأجرت. والعالم وبعدين انا كان عشمي فيك كبير، ما عندكش شقه تانية؟ يا ريت. والعمل واجب برضه تساعده انت بقرشين ياخد له شقه تمليك مال البلد. اساعده منين؟ انا دلوقتي في المعاش، اللي جاي على قد اللي رايح، وانت عارف العيشه بقت ازاي. لا حول الله. اسمع، انت برضه صاحب فضل عليا وانا لازم اساعدك. فضل ايه يا راجل؟ فاكر لما رفضت تديني الست سعاد وطردتني من بيتك؟ اهو انا من يوميها وانا واخد بالي من نفسي قوي. قلت لازم اعمل لي قرش عشان يبقى لي مقام قدام الناس. معاك قرش تسوى قرش كده ولا ايه؟ ايوه. ايه رايك يا اخ فهمي؟ انا عندي قضيه بخصوص حته ارض كنت خدتها بوضع اليد، والحكومه مزرجنه معايا شويه. هدفع لك عربون دلوقتي ويمتك انت في القضيه. انت معارفك كتير. وماله؟ ولو كسبتها حلو هدبر لك شقه الجلال في العماره اللي حبناها عليها من غير لا ابيض ولا اسود. يبقى كتر خيرك، بس الحكايه دي يمكن تطول. ابدا، انا هبتدي ارمي في الاساس وانت تمشي في القضيه. تحت امرك. خد عد دول العربون، بس عشان خاطر بلاش جلال يعرف الحكايه دي لحسن يعقدها، ده حنبالي قوي. حاضر. هايل البنك ده يا فهمي. ولما نكسب القضيه هجيب لك تلفزيون ملون. والنبي الواد عنتر ده طلع ابن حلال. اشتغل معاه على طول يا فهمي،
من عشر السعيد يسعد. بس هو تجيبي سيره لابن الجلال؟ انا مش عارف ابني ده طالع لمين. عامل لي دكتور وهو عقله على قده. لو كان كسب عنتر مش كان زمانه خد الشقه واتجوز. عايدة، اهلا يا جلال. كل سنة وانت طيبة عايدة. مش بكرة عيد ميلادي؟ انت مش جاي؟ اختي هتجيلك. انا اصلي بشطب المنهج للولاد، وبعدين داخلين على فترة امتحانات. زي ما تحب. عايدة، ما تشغليش بالك بحكاية الشقة. بعد ما اخلص الامتحانات على طول انا هلاقي حل. حل ايه بعد ما خدت الفلوس من عنتر؟ المرة الجاية هجيب شقة من غير خلوة. انت بتحلم يا جلال. بطلي النغمة دي بقى عايدة. وفيها ايه لما احلم شوية؟ انا هتصرف. Happy birthday to Aida. Happy birthday to you. اهلا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مين ده؟ ده عنتر صاحب العمارة اللي كنا هنسكن فيها. الزبال. ده ال5 جنيه دي. ايه اللي جابه هنا؟ انا عارفة، يمكن ماما عزمته. ايه ده كله بس يا عنتر بيه؟ دي حاجة بسيطة. الله، ايه انتوا طفيتوا الشمع؟ ما احنا لقيناك اتأخرت، قلنا بقى مش هتيجي. معقولة ما جيش في يوم ساعة زي ده؟ هو بس كده على الحلوان اللي اخرني. امال فين المزمزيل؟ موجودة يا عايدة. عايدة يا كمال، هات طبق قوام لعنتر بيه. انا جاهز. لا طبق ايه طبق ايه، احنا لازم نطفي الشمع من اول وجديد. يا مزمزيل عايدة. اهلا اهلا، انا عامل لك تورتايه خصوصي 3 ادوار. الله. مبروك. عقبال 100 سنة. شيل انت دي حطها على الترابيزة. جاهز. ايه ده؟ رويشة الماس. ان شاء الله تكون على ذوقك وتخش مزاجك. تعالوا شوفوا يا بنات. طيب اتفرجوا. ايه رأيكم؟ هايلة. قلتلها خالص. تسلم ايديك يا عنتر بيه، مردودة لك في الافراح ان شاء الله. مين الراجل ده؟ ده قريب ماما، اول كبير، مليونير، عنده هبر. كل سنة وانت طيبة يا عايدة. وانت طيبة. مين دي؟ دي سعاد اخت جلال. ست سعاد. اهلا اهلا يا ست سعاد، انا قلت كده برضه، عاش من شافك. ايه مالك فشكلتي كده ليه؟ يا ست الدكتور واخد على خاطره مني بسببك انت. بس والله انا زعلان، ده الجواز اسمه ونصيب. طبعا يا عنتر بيه. انا بلغني انك ساكنه في اوضه عند ابوك انت وجوزك واولادك. وماله؟ لحد ما نلاقي شقة. اذا كنت عايزه شقه انا تحت امرك. متشكرة قوي. عن اذنكم. الحمد لله اللي ما وقعتش فيها. طلع عصبيه زي اخوها. مفيش احسن من الطبع الهادي. ده صحيح. اتفضل بقى علشان تطفي التورته. يلا بينا. مين اللي قالك تعزميه يا ماما؟ مش كفايه جلال ما جاش. دلوقتي سعاد شافته وهتروح تقول له. ما تقول هو له عندنا ايه يا اختي. تعالي في الشمعة، بلا جلال بلا خيبة. انت بتقولي ايه؟ بقول لك الحق عايدة، عنتر داخل بتقله. ده كان جايب لها هدية تساوي 1000 جنيه. وعايدة قبلتها منه؟ أمها خدتها، لكن بكرة تحلى في عينيها وتقبلها. لا يمكن. عايدة أعلى من كده. أنا عارف إن أمها بتحاول تأثر عليها، لكن لا يمكن هتوصل لنتيجة. عايدة هترفض أول هدية وعينيها هتزوغ على التانية، لكن هتقبل التالتة. وعنتر مش هيبطل هدايا لحد ما يوصل لغرضه.
غرضه؟ غرضه ايه؟ انت عايزه تقولي ان عنتر ممكن ياخد مني عايده؟ ليه لا؟ مش راجل غني. ده راجل جاهل. معقول عايزه تبص لواحد زي ده؟ انت ما انت عارفاه، ده يوم ما تقدم لي كانت نكته. زمان كانت نكتة، لكن لو انا مطرح عايدة لازم افكر. تفكري في ايه؟ على الاقل لو اتجوزت عنتر ما كانش هيعيشني معاكم، انا وجوزي وولادي محشورين في اوضه. ايه التخريف اللي انت بتقوليه ده؟ يا شيخه روحي بلاش جهل. ده تخريف مش معقول. ايه يا دكتور بتزعق كده ليه؟ اتفضلوا اسمعوا بنتكم بتقول ايه. المستعده انها تتجوز عنتر لو اتقدم لها. تقبلوا ازاي؟ ما هي متجوزه. يعني لو ما كانتش متجوزه. يا سيدي هي اتجوزت والحمد لله. تعرف يا بابا انه وعدني يديني شقه عنده، يا ريت بس يديها لي ببلاش. انت اكيد جرى في عقلك حاجه. حاسب، ما انت واخد حبايه قبل كده. وماله لما اسكن عند عنتر؟ ما بابا بيشتغل عنده. بيشتغل عنده؟ بتشتغل عنده ايه يا بابا؟ لا ابدا، دي قضيه كده. ومن امتى الكلام ده؟ ما قلتليش ليه؟ وانا من امتى بقول لك كل القضايا بتاعتي؟ بس دي مساله مش بسيطه. انت عارف ان انا عارف انك زعلان مع عنتر، عشان كده ما قلتلكش. وايه نوع القضيه دي بقى؟ اهي قضيه والسلام. يعني كلكم بتجروا على عنتر دلوقتي. انت بتشتغل معاه وبنتك عايزه تسكن عنده. مش هو ده عنتر اللي انت طردته من بيتك ساعه البيت؟ مش هو ده عنتر اللي انت رفضتي تتجوزيه تهانم؟ وضع عنتر اتغير دلوقتي. طبعا وضعه اتغير. دلوقتي بقى غني، بقى معاه فلوس، وما دام معاه فلوس ممكن يدفع لك. يعني ممكن في يوم من الايام يخليك تتحايل على القانون وتكسبه القضيه. ولد. وممكن بكره يضحك عليكي بفلوسه ويخليكي تسيبي جوزك استهانم. جلال. وانت كمان يا ماما ما تروحي له. انت هادي اتجننت. انا يظهر فعلا اتجننت. اعذروني، انتوا لخبطتوني بكلامكم. عنتر دخل بيتنا. يا جلال يا ابني، انت يمكن قريت كتير واتعلمت كتير، لكن خبرتك بالحياة ضعيفة. لازم تنزل الأرض، لازم تعرف الحقيقة. الحقيقة؟ ده أنا واخد دكتوراه في الحقيقة. دي كارثة، ده تخريب. إن مقياس تقدم الإنسان هو مقدار ما يملك من قيم وثقافة وعلم. ولقد غزا الإنسان العربي العالم في يوم من الأيام وتغلب على دول أقوى وأغنى منه. بماذا؟ بالقيم، بالثقافة، بالعلم. لقد أصبحت لدى الإنسان العربي الآن ثروات هائلة، ولكنه لا زال متخلفا. فإذا كنا نريد أن نعيد مجدنا فلا بد أن نبدأ بإحياء قيمنا، ولا بد أن نلحق بركب الثقافة والعلم. أما الجاري وراء الثروات والمتعة المادية فإنه لن يحقق لنا أي تقدم، وسنظل متخلفين. إن الحضارة الغربية كما يقول الفيلسوف الألماني أوزفيلد شبينجلر قد بدأت تدخل في مرحلة الانحلال والزوال، لأن الإنسان فيها أصبح يجري وراء السلع الاستهلاكية ويهتم بتحقيق المتع المادية فقط. فهل تريدون التقدم والحضارة أم الانحلال والزوال؟ زي ما بقول لك كده. وعلى فكرة أنا جاني حاجة تذكرتين هدية كده مانيش فاهمهم بتوعي دول. ده ديفيليه. نعم. حفلة عرض أزياء يعني. طب إذا كنت تحب تروح أنت والمزمزيل خدوه وأنا مستعد أوصلكم. شفت الفساتين اللي كانت على المانيكانات؟ حلوة قوي يا ماما. اتفضلي. ايه ده يا استاذ عمرو؟ هدية بسيطة، الفساتين اللي عجبتك. لكن ليه بس التكاليف دي عنتر بيه؟ انا مش هقدر البس الفساتين دي. جلال يقول ايه يا ماما؟
انا عندي حل لسجلات. قصدك ايه؟ انت مش عايزه شقه تتجوزي فيها؟ ايوه ايوه. خلاص اتفضلوا تعالوا معايا. يلا يا ماما. يلا. الله الله، منك للبعض. خدوا فكرة. تعالوا اتفضلوا. هنا الصالون واخر منك للبحر. اتفضلوا. التلاويب كلها بكرات الحيطه، الحمامات والمطابخ كلها بالإشال، ومتركب فيها ستانستين. ايه رأيكم بقى في الشقة؟ حلو قوي يا عنتر بيه. ما تغلاش على المزمزيل. انت قصدك ايه؟ انا اقدر اسكن في الشقه دي؟ طب وليه لا؟ ده انت مقامك اكبر من كده بكتير. قول لها يا عنتر بيه. يا ماما انت بتقولي ايه؟ جلال يقدر ياخد شقه زي دي؟ الله، ليه؟ ما يقدرش يتصرف له في حسبة 70-75 ألف. بلاش. إن كان كده يا ستي أنا بقى أقدر أتصرف. الشقة باللي فيها كلها تحت أمرك. سؤال الحضارة كان صعب قوي. مش مذاكرة ولا إيه؟ باقي من الزمن 5 دقائق. كلمة دكتور، تليفون على شاشة. شكرا. الو؟ جلال الحق عايدة. مالها؟ وبعد كل ما درسناه عن الحقيقة، وبعد كل ما درسناه عن الحقيقة، الحقيقة عنتر.